دينه وايا كان نوع الاصوليه بتاعته، لما يعني بيبقى لاغي مخه تماما. الخطوه بتاعته ان يبقى ملحد اصولي برضه. ما دي برضو من واخد بالك؟ من الاسباب يعني من النواحي السيئه للدين. انا بعترف ان الدين ليه نواحي جيده كتير، لكن برضو ليه نواحي سيئه كتير، ودي اللي احنا عايزين نتخلص منها يعني. انا شايف ان ما ينفعش اقول ان الدين ليه نواحي سيئه، لان انا حتى كنت داخل مع حوار مع واحد النهارده. النهارده بالذات اعتقد لما كان حد في الاصل كان بيقول لي السويد دوله متقدمه وهي دوله ملحده ومش عارف ايه وبتاع. ايه علاقه التقدم او التاخر بالدين ايا كان اسلام ولا غير اسلام؟ ايه دخله؟ انا يعني هل دخلت في في الفتره مثلا اللي لا، فاتت في هل في 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 ده. قوانين اللي احنا بنطبقها؟ هل في معذره يا قوانين استاذ احنا احمد. بنطبقها لو انا هطبق الشريعه مثلا يعني يا سيدي لو انا هقطع ايد السارق ماشي، لو انا هطبق حد الرد، ايه علاقه ده بالعلم؟ العلم نفسه ان حد يبقى هو متعلم مساله او العلم يا استاذ احمد، هي مساله العلم بوجود الاله. انا شايف ان هي مش هتفيدنا كتير. انا شايف فكره فلسفيه. لا استاذ احمد، معلش انا ليا بس تعقيب على الكلام ده، لان في فعلا الدين هو مش عايزك. الدين بيقول لك افلا تتدبرون افلا تتفكرون. ايوه، ده كلام جميل، بس في حاجات تانية بيتقول لك اللي هي انا الكارثه بقى. تدبرنا اكرم الكارثه، وحاليا. معلش يا محمود اكمل بس. اه في سؤال يعني في سؤال اللي هو بيهدم ده. الحضاره الاسلاميه استمرت كعلميا 300 سنه، من سنه 900، من سنه 800 ل 1100 ميلادي. طيب، آه، الدين بيمنعك ان انت تفكر. ودي فعلا اللي هو ايه المصدر اللي هو انك انت بتنهي الحضاره نفسها. اما طلع الراجل ده ابو حامد، ابو حامد مش فاكر اسمه ايه، ابو حامد عاده غزالي. انا اعتقد قال حرم الفلسفه والرياضه، والكيمياء او الرياضه، حاجه زي كده. الحضاره كلها وقعت بعد ما كان محمد الغزالي كان. لما قال لك. وفي برضه ابن تيميه لما قال لك العلوم الكيمياء ومش عارف ايه ما ينفعش في لا العلم ينفع ولا العلم الفقهي او الشرعي عايزين فقط. ما ده ينفع به خلي الناس. بالك، وده اتكلم طيب، عنه ديجراس تايسون برضه لما في كان في بيتكلم عن اسباب في الدين طيب حاجه. انا هسالكم انتوا الاثنين سؤال، اتفضل اتفضل. هو هل ابن تيميه هو ده حجه على الدين؟ يعني ده كلام ربنا؟ لا، انا ما بتكلمش على هو تيميه، شوف يا انا استاذ بتكلم عن احمد، هي الفكره مساله نفسها. وجهات نظر. وزي مثلا ما انت ما مسلم بيقول إيه؟ لكم دينكم ولي دين. مسلم تاني بيقول لك ان انتوا من بدل دينه فاقتلوه هايل. كده. هايل، فاهم؟ انت ليه اخترت انك انت ان الدين يبقى هو بتاع من بدل دينه فاقتلوه؟ الدين قابل للتأويل على أكتر من تريليون وجه. ده في حد كويس. ذاته كويس. ينفي إن هو موجود انت إله. ده بينفي؟ طبعا انت ده قابل بينفي؟ للتأويل على مليون وجه. محمود. نص الناس بتختلف حواليه. طب انت شايف، انا اسالك السؤال ده وانا فعلا عايز اجابه، يعني انا شخصيا مانيش متاكد من الاجابه. انتوا شايفين ان لو كانت النصوص صريحه قطعيه بما لا يدع مجال للشك ان اتنين تلاته يختلفوا فيها باي شكل من الاشكال، انت شايف ان ده هيستقيم مع دعوة الدين باعمال العقل والتدبر والتفكر؟ اعتقد لو هقول لك انا فهمت السؤال؟ انت. فهمت السؤال؟ ايوه انا فاهم السؤال، حتى هقول لك. لو مش محتاج دين. لا، هقول لك السؤال يا استاذ احمد. انا فاهم انت تقصد ايه. انت تقصد انك انت ايه يعني ما تتفكرش، بس في فرق من ان انت تتفكر في احكام وشرائع وبتاع ده وتتفكر في الاحكام والتدبر والحاجات دي، عن ان انت يفتح لك فكر الباب في مفتوح. نفوسك وأشياء يفتح بتاع اللي لك ده بنعمله دايما. يفتح لك الباب مفتوح قدام العلم، وتشوف الحياه، ويديك برضو ايه، اجابه وافيه فدي عن مثل العلم الاسئله على دين. فالعلم هو يخليك طيب. عن تتصور الاسئله طب الوجوديه. انت حتى لو ما يعني انت فهمتش. عايز تميز، يعني انت عايز تميز العلم على الدين، ان الدين ينزل بآيات قطعية ما فيهاش تفكير تقفل فيها دماغك، وان يبقى العلم احسن تفكر فيه؟ هو ليه احنا قررت كده؟ اساسا ما بنؤمنش بالدين اصلا. عارف احنا شايفين ان دي قررت كده فكره ليه؟ لا احنا بشريه. احنا احنا فكره سيبك، احنا الهيه. بنتكلم من منظور ربوبي دلوقتي. احنا انا بنتكلم من فاهم منظور انا ربوبي، فاهم واحنا انا بنسأل فاهم مثلا سؤال انا فاهم. دلوقتي، سؤال متجرد عن الدين خالص، سؤال فلسفة الأديان نفسها. هل الأحسن ان يبقى الدين صلب جامد قافش، وان يبقى العلم هو اللي فليكسبل، ولا ان يبقوا الاثنين فليكسبل؟ هو بالفعل الدين مش مرن في حد هو ذاته. حاليا بالفعل مش دلوقتي في مرن في محاولات جوانب كتير كتير، تخليه مرن مش يعني. انت مرن في انت جوانب انت كتير. دلوقتي المساله قلت حاجتين عكس بعض. انت قلت ان الدين حمال اوجه، وده توحي ان هو مرن. وقلت ان الدين مش مرن.
ما هو حمال اوجه اوكي، لكن ده في حد ذاته ده في حد ذاته ينفي عنه فكره القدسيه، لان لو في اله مش هيديك نص متعارض مع بعض، ومش هيديك نص واحد في داعش يروح يقتل ويذبح ويقول لك هو ده ايه كده ابونا، دليلك؟ واحد تاني يجي يقول لك لا. استاذ احمد ايه دليلك؟ استاذ احمد انا ليا رد بس. دليل لو الواقع انت اللي بيحصل ده. لا لو انت انت بتتكلم دلوقتي على بتفسر واقع ما بتثبتش دليل. ما بفسر مفيش واقع، دليل. ما هو الواقع ده بسببه ايه؟ بسبب الدين. ما هو الواقع ده اللي احنا فيه دلوقتي هو سببه الدين، يعني اللي بيعملوه يعني ده هل يستهدف. النتيجه الغلط بتبقى دايما نتيجه سببها غلط غلط؟ نتيجه ايه؟ ما هو نتيجه النصوص دي هو شايف نفسه ان هو صح مش غلط. لا انا طيب ليا راي حلو. تاني يا استاذ النتيجه احمد. الواقع دلوقتي دي انا متفق معاك ان هي غلط، صح؟ ان الناس بتقتل ومش عارف ايه طبعا وبتاع، غلط. اكيد مفيش بني ادم سوي هيقول ان اللي بيحصل ده صح، تمام؟ صحيح. لكن هل النتيجه الغلط بتبقى دايما سببها غلط؟ ده سؤالي. يعني لو لا احنا لا جينا لا دلوقتي لا نتكلم طبعا على لا طبعا لا طبعا اسمه ايه ده، ماو سي تونج او ستالين او الى اخره. ايوه الناس دول كانوا بيتكلموا على الانسانيه وبيتكلموا على الانتاج وبيتكلموا على ان الفرد وينتج ومش عارف ايه حاجه عظيمه جدا. انا لما قريت في الاول خالص بدايات كارل ماركس وترودسكي، يعني ايه ده؟ ايه الكلام الفكر العالي ده؟ ايه الرقي ده؟ تمام. لكن النتيجه بتاعته كانت ايه؟ لا، ملايين الناس ماتوا. فانا بتكلم على أستاذ أحمد. نظريه انه هل دايما النتيجه الغلط بيبقى دايما سببها سبب غلط؟ لا لا ده انا رايي ان لا، بس انا هرد عليك. بس هي الاشكاليه اللي انا بتكلم فيها، احنا مش هنخش بس في جدالات فرعيه او موضوعات منطقيه بسيطه قوي. اتكلم بس في نقطه ثانيه. الدين بيموت الفكر، بيموتك ان انت تفكر، ودي مشكلتي انا مع الدين. انا مشكلتي ان عارف، انا هسالك سؤال: هل تعلم كيف يعمل الدماغ او كيف يعمل الدماغ؟ رد بس عليا بس، وانا هاجي معاك انا في الصوره في دي. كيف يعمل الدماغ الانسان يعني؟ العصبيه قصدك ايه؟ او العقل نفسه، كيف يعمل العقل الواعي قصدك تقول؟ او كيف تخلف عقل، او كيف تكون عقل، او صورة فكرية، او مخيل فكري، او ميمات. يعني قصدك ايه؟ مخزونات ثقافية وعلم ودراسة وخبرة كده قصدك؟ ايوه ده الخلاص. انك انت تعمل شحن للافكار السيادية ديت، وجنبها افكار جميلة. والدليل شوف الساحة دلوقتي، انا اول واحد اشوفه مسلم في اخلاق حضرتك وفي اسلوبك وفي شكلك، وانت بتتكلم انسان سوي جدا زي زمايلي وزي الناس اللي انا بحبهم وبحترمهم جدا. انا بتكلم بجد. شوف انت بقى، بص لمصطفى حسني ده، بص في وشه. انا مش انا بحترمه كل حاجه، بس بص الحاله، بص لمحمد حسين يعقوب، بص الالف فرقه اللي احنا كلنا مش عارفين انهي فرقه صح. بص اللي ما يخلفه الدين، اللي موت ان الانسانيه عند الناس، واول النصوص، واكتر حاجه يعني خلتني فعلا انفر من الدين. انا اقول لاهلك خلاني اعمل الست اختي او زوجتي في لحظه ما مش كويس. الحاجه الثانيه ان انا افقد لي انسان في لحظه ما، وانا فعلا بدات بقى ايه، دماغي انا من صغري بيشتغل شغال للاسف يعني. لكن وعشان انا كده ارهقت فعلا فيه. حاجه ثانيه، انا ليه ارهق اصلا في ان انا ايه مش اعرف الحقيقه؟ طب ما الحقيقه ما هو بين الكتاب، مش مفروض اعرفها؟ هل انا مطالب ان انا اعمل زي حضرتك يعني امسك بس؟ انا عملت فعلا، بالفعل انا عملت كده. لكن هل ده هيخلق انسان سوي يا استاذ احمد؟ هسالك حاجه: هل الدين بيحفزك على الفكر والعلم؟ هل ما قال واتبعوا اهل الذكر، ما قالش اتبعوا اهل العلم؟ اتفضل. ليه انا بتكلم؟ اتفضل. انا لو بتسالني انا الاجابه هو ربنا قال كده: لقد خلقنا الانسان في كبد. هو الانسان عايش عشان يفكر. امال انت متخيل انت المخ ده، بما ان احنا كنا بنتكلم عن نظريه التطور، هو متخيل مخك ده فعلا اخترع فكره الاله ده عشان ما عرفش يفسر سبب وجوده. هو النقطه كمان ده رايك انت، ده رايك انت. بس على فكره انا برضو اتفق معاك في جوانب. ان هو لما الانسان كان تايه في فتره من الفترات، او لما اتحركت الدنيا عنده في فتره من الفترات، اخترع بقى زيوس وبتاع وحاجات زي كده يعني، تمام. بالرغم ان انا على فكره انا ممكن اكون متفتح بشكل انت ممكن ما تتخيلوش، يعني ان انا اوصل لدرجه ان ممكن يكون زيوس ده هو ربنا فعلا، ودي تكون ديانه من الديانات اللي اتحركت، تمام. انا بقول بحاجات ممكن ما حدش كتير يقتنع بيها، يعني مثلا ده اللي خلاها انا ما عنديش مانع ان المسيح تكون ديانه متحرفه.
انا فعلا مريت ما على عنديش انا عملت مانع. فلسفات هنديه على فكره. الحاجه الديانه اللي فيها شبهه ان هي كانت ديانه توحيد وماشيه بمنطق سليم واستمرت فتره طويله، عاشت فتره طويله. بص خد بالك ان ربنا حاطط المخ البشري ده بحيث انه الفكر الصالح بيدوم سواء على المستوى الانساني او المستوى الديني. يعني انت هتلاقي في ديانات طالعه كده مالهاش اي لازمه في الحياه كده، 500,000 ديانه كده، المؤمن بيها مثلا ايه 10 15 واحد في قبيله كده في سيبيريا، واخد بالك؟ ايوه الديانات يعني وما ينفع الناس فيمكث في الارض، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هي دي القاعده، واخد بالك؟ اللي بينفع الناس سواء على المستوى الانساني والاخلاق والهيومين، يعني فاهم قصدي ايه؟ ده بيقعد. دي برضو ملاحظات الحق والعدل والخير والجمال، القيم المطلقه دي بتقعد، تمام؟ ما ينفع بالدين، ركز على الدين. جميل. انا فاهم. الصالح في الدين برضه بيقعد، واخد بالك؟ تلاقي في اليهوديه موجوده، تلاقي في المسيحيه موجوده، تلاقي في الاسلام موجود، تلاقي في الهندوسيه موجوده، وتلاقي في البوذيه موجوده. الحاجات دي موجوده وتلاقي ان فيها تقاطعات كثيره بينها وبين بعض في كاديان، وفيها اجزاء كده خارجه عن التقاطعات دي. اعتقد ان هي يا اما شرائع ما بقاش ليها لازمه دلوقتي، يا اما تكون هامش تحريف حصل في الدين نتيجه النقل، نتيجه ضعف التواتر، نتيجه ان التداول ما كانش بالشكل الموثوق فيه زي في الازمان القريبه اللي فاتت ديت يعني. ده رايي يعني، عشان واخد بالك يعني. فحته ان الانسان اخترع اله، في ممكن تكون ان في مساحه كده من الزمن الانسان فيها اخترع له كام اله على الماشي، ما عنديش مشكله في كده، نتيجه بقى قصور تفكيري او نتيجه ان هو عايز يستغله لغرض ما، وارد مفيش مشاكل. بس الانسان زي ما بيستغل الدين بيستغل حاجات ثانيه غير الدين. هل انت شايف ان الحياه مش هتستمر من غير دين؟ الحياه مش الحياه كحياه كحياه يعني كمجتمع. انت قصدك يعني احنا الان في حاجه للدين؟ احنا الان في حاجه للدين طبعا. طيب انا عشت في امريكا وشوف ناس كتير جدا مش محتاجه دين، ناس انسانيين، ناس كويسين جدا وما رغبتش نفسها بده كله. ليه؟ هو الدين فلسفه بدائيه، ده رؤيتي ليها. انت قصدك محتاجين للدين عشان نعيش حياتنا هنا على الارض يعني، وناكل ونشرب وكده يعني، قصدك تقول؟ لا مش ماديات، تنظيم الحياه نفسها، هو فلسفه بدائيه. فلسفه بدائيه. لما الفلسفه دي تبقى عائق قدام العلم والانسانيه وحياه الناس بالاصل بتبقى شرور. لو انت عايز اجابتي انا وانا مش عارف يعني مدى دقتها ايه، انا من الناس القائلين انه حتى الاخلاق اللي تبدو انسانيه متجرده، يعني مثلا زي السويد، زي مش عارف ايه، زي مش عارف نسبيه، كله نسبي، مبنيه على اصول دينيه. فاهم قصدي ايه؟ يعني تخيل معايا السيناريو. هي اصول فلسفيه، والدين فلسفه بدائيه. ما هو الدين فلسفه بدائيه يعني، هو احنا قلنا كده واتقامت عليها اتطورت. هو الدين نفسه بيتطور، خد بالك الدين بيتطور على فكره من قديم الازل يعني، هو نفسه بيتطور. اخر حاجه اتطور فيها في نقطه هنا بالنسبه للاخلاق، يعني الاخلاق اللي عند الناس اللي هي مش ماشيه بدين دي، هي واخداها من الدين. ده كلام مش صحيح. الدين اصلا هو انا شايف ان الدين خاصه في الاخلاق ونسبها ليه. يعني مثلا قبل الاسلام خالص 10,000 سنه، هل الناس دي ما كانتش اخلاقيين؟ كانوا اخلاقيين طبعا، وكانوا عندهم دين على فكره. لا ماشي، في ناس ما كانش عندهم. لا ما هو انا يا جماعه، ده اللي انا عايز اقوله على فكره يا جماعه، ان هو الدين موجود في خلق ادم. مساله الدين عشان اقول وجهه نظري، انا شايف الدين فشل في انه يجمع الناس على حاجه واحده. خلى الخوف هو اللي بيحكم العلاقات البشريه. الناس ما بقتش تعرف تقرب على بعضها. فاهم انت ازاي؟ فرقهم وشتتهم لمذاهب وطوائف، اوقعهم كده في معسكرات معينه. بالنسبه للدين بيساعدنا اننا نتفكر ومش نتفكر، وافلا يتدبرون ومش عارف ايه. طيب انا اتدبر مثلا في العلم بيقول ان الكون عمره تقريبا 13 مليار سنه، الدين بيقول ان الكون اتشكل في 6 ايام لازم نؤمن. طب هتدبر هنا في ايه؟ العلم بيقول ان الكائنات حيه ظهرت على الارض قبل ظهور الانسان بملايين السنين. طب الدين بيقول الانسان الاول من ظهر على الارض. طيب العلم بيقول ان الكوارث الطبيعيه دي بتحصل نتيجه متغيرات بيئيه او جيولوجيه او مناخيه بقى. الدين بيقول ان الكوارث عقاب من رب. طب انا عايز افهم، انا عايز اتامل. طب اوكي تمام، اتامل في ايه؟ لا اللي انت قلته ده على فكره مش الواقع ده بره الموضوع ده يا محمود. لا اللي انت قلته ده مالوش اصول في الدين خالص يعني. الموضوع او يعني مالوش تعارض يعني في جزء من اللي انت قلته مالوش تعارض اصلا، وفي جزء من اللي انت قلته مالوش في الدين يعني حته ان مين قال ان ادم ده هو اول مخلوق خلق على الارض؟ لا مش صح طبعا.
مين ايه يعني؟ انت ما تعرفش ان في اوادم قبل ادم على فكره. ربنا بيقول ايه؟ اسمعني بس، ربنا بيقول ايه؟ ان الله اصطفى ادم، واخد بالك؟ ونوحا ولا عمران مش مؤمن ايه؟ بادم كمان، لان البشريه ما جاتش من ادم وحواء نتيجه انت الزواج اللي هو انت دلوقتي اللي جبت، انت دلوقتي اللي اوردت النص الديني. فانا بجاوب بناء على اللي انت جبته. ما هو انا عشان النص الديني ده انت حضرتك اهو وصلك ان النص الديني ده كان سبب في الهادي، وده اللي انا بناقش فيه. لكن مساله ان الدين بيدي للتفكر ومش عارف، انا شايف ان هو يعني هو مجرد كلام هو عادي، اي دين بيقول كده عن نفسه. انا مفيش شايف تفكر انا في شايف الدين، ان لان في حقائق الواقع بتناقض معاه. وكمان الدين ملوش اي علاقه بالاخلاق، انت هتلاقي اخلاقيات غير دينيه على الاطلاق. طب يعني انا مثلا انا دي نقطه، البوذيه دي نقطه مثلا اللي انا كنت هتكلم فيها دلوقتي. فلسفه حياه قبل الاسلام بالاف السنين، عندهم اخلاقيات روعه جميله جدا. مثلا الحضاره البوذيه، انا زي ما الفرعونيه، انا لسه قايل لك من شويه، البوذيه دين برضو، سواء اعتبرته دين وضعي ولا يعني دين بغض الهي النظر عن هي ثالث دين معانا. متعتبره طب في طبع انا انساني. ليا رؤيه يا جماعه كده، ممكن اطرحها يعني لو تحبوا تتناقشوا فيها. هو انا شايف ان فكره، يعني هو بغض النظر انا مش مقتنع بالدين تماما يعني، وفكره الاله، انما انا ما اعرفش ايه قبل البيج بانج. بالتاني برضو بقول انا مش بنكر ان في اله خلق قبل البيج بانج، انا ما اعرفش المسبب. ففكره الاله انا بنكرها لانها جايه من اطار ديني، فهمتوني؟ الحاجه الثانيه بقى ايوه، اللي هو انا ده اللي عايزها، بنتكلمه، ده اللي بنقوله. ان الحاجه هو الثانيه بقى لو اللي انت، انا عايز. لو الاله اللي طب هو اكمل. عمل البيج بانج هو الاله اللي في الاديان، فانا كده لا، مش موافق عليه. ده اللي انا بقوله، ده اللي جميل يعني جميل ده جميل. الجزء طبعا العاطفي بتاع طبعا طبعا الموضوع. غير موافق عليه، وغير موافق كمان حتى لو ما كانش هو، غير موافق كمان ان هو يكون اله اسلامي، لان ولا يسوع طيب ولا اكمل اقول بس طرحي حاجات علشان ما تانية احنا نختلفش يا نعرفها. جماعه، اقول بس طرحي في الموضوع ده. في نقطه انا شايفها فلسفيه شويه. هو فكره ان انت بتخلق حياه اخره للي قدامك علشان تخليه يتعامل كويس ويبقى مؤدب وعصا وجسارة برضه. الفكرة دي يعني انت لو انت محتاج الدين قوي كده في ظل غياب الحكومات، كنت هتبقى محتاج الدين جدا، ولو هتقطع الايدين وتقطع الرقاب وكل حاجه انا معاك، مش مشكله. بس الكلام ده لو مفيش حكومات ومفيش انظمه ومكونات. انما حاليا احنا مش محتاجين فكره الدين نفسها. نقطة كمان في يا نقطه اكرم كنت ثانيه عايز اكملها اضيفها. بس يا محمود بعد اذنك. النقطه الثانيه ان انا بقول لك ان الدين نفسه بيخلق لك فكره الاخ الاكبر، وفكره الحياه الاخرى دي هي فكره انك انت طول الوقت بتقول انا هعمل ايه بكره. انا يعني مش مصدق الانسان، مش مصدق بكره. النقطه الثالثه بقى اللي انا بتكلم عنها، يا ريت بس كلامي يكون واصل، يعني ما فيهوش يمكن انا اللي فاهم الكلام وانتم مش فاهمين كلامي. في نقطه ثالثه انا بتكلم عليها، اللي هو ان انت بتخلق الاخ الاكبر المدلل للاله، اللي هيبقى ليه وهيبقى ليه وهيبقى ليه. ده بقى بيخلق عنف وشرور، وبيخلق حاجه في النفس بقى اللي هي ايه، اسقاط نفسك، ان انت تسقط نفسك وتنكر ويخلق فكره الانسانيه. احنا كلنا ايه، هنموت، لازم يبقى في حاجه اسمها التعاطف. يعني انت ايه، انت إيه؟ يا اخي يعني مثلا في حاله تعاطف كده، يعني في ألفة كده بين البشر كلها، ان احنا كده ايه، كلنا ميتين. طب انا هقتله ولا هشتمه، ولا فكره الكبر بتتكسر بعد وجود الدين. طبعا برضو يمكن النقطة دي معرفش انتوا ممكن تتفقوا فيها ولا تختلفوا يعني فيها. هزيد عليها بس اللي هي ايه، مثلا ان فكره ان انت محتاج لدين عشان تكون اخلاقي او بتاع. هو انا عن نفسي مش بحب استشهد باراء شخصيه لاي حد، لان ما فاهم انت ازاي. بس كان في اينشتاين مره افتكر انه قال ان سلوك الانسان الاخلاقي لازم ان هو يكون مبني على عصف تعليم وروابط اجتماعيه وحاجات، مش لازم مرجع ديني. قال كمان انه انسان سيء اللي يرضعه مثلا، او اللي كل همه ان هو خايف من العقاب ويتمنى مثلا مكافأة بعد الموت. آه، طب انا وكمان ما يعني سمعتش انا شايف يا ان هو محمود، انا قبل ما سمعتش الاديان بقى الاسلاميه. اينشتاين، الكلمة دي يمكن انا خلقتها من نفسي، صدق دي بقى. انا عامل بوست وحاجه حتى كمان بيها كده قبل الاديان من دماغي الابراهيميه يعني. كمان في عقيده اسمها عقيده المعنى، دي اتكتبت سنه 500 قبل الميلاد. ده على الميلاد يعني، بس يلا ماشي. بيقول واحد اسمه كونفوشيوس، اعتقد حكيم صيني، بيقول ما لا اه تريد ان يفعله الاخرون بك لا تفعله بالاخرين. واعتقد مره قريت في كتاب تقريبا قصه الفلسفه او حاجه زي كده، فيلسوف اسمه اوتوكراتس، او اظن الاسم كده، بيقول لا تفعل الاخرين ما قد يغضبك لو فعل الاخرون لك. في تعليم ايضا هندسي بيقول لك عامل الاخرين كما تود بنفسك ان تعاون. يعني كلام قبل يسوع وقبل المسيحيه وقبل الاسلام وقبل الاديان بالاف السنين. انا شايف الاخلاق دي يعني هي حاجه اصيله في البشر. فاهم انت ازاي؟ يعني انت نفسك تقدر تكون مرجع اخلاقي
بدون انك تحتاج لدين او لاله، بدون منطق انا ممكن العقائد ادلل لك انا على النقطه دي يا محمود بصوره، بس يعني لو انت شفت انت كانسان سواء ايا حتى كان الحيوانات انت. نفسها عندها اخلاق. اكمل. يعني طيب الحيوانات ما احتاجتش اخلاق عشان الثدييات طيب خصوصا ما انت احتاجتش لو دين انت عشان تكون اخلاقيه. لو شفت واحد بيتقتل قدامك او واحد مثلا بتتقطع ايده. انا كنت في السعوديه، فكانت عمل حفله قصاص، فجاء الشباب قعدوا يقولوا كلهم، انا رحت بس عشان اعزز الفكره بس في دماغي. رحت، جسمي كله اشعر، وقعدت 3 ايام يعني مش عارف انام. كنت بنام بقى ساعتين وانا شغال 11 ساعه ماسك المكتب ليل نهار وكده. المهم، ما علينا. انت لو انت هقولها لك بس هي اخلاقيا وهي حصلت معانا في التطور، لو شفت واحد بيتذبح قدامك ايه شعورك؟ لو شفت واحد فضلات حيوان بتقرف، لو شفت حد بيعمل حاجة غلط، تبقى ايه؟ حاسس ان انت عندك ايه؟ اصرار كده ان انت عايز تصححه. فاهمني؟ ده بغض النظر، بس اغلبية البشر كده. تمام. فده دليل على ان في اخلاق يعني في فطرتنا الانسانيه، والفطره اللي هي مش بالمفهوم الديني، الفطره اللي هي بالمفهوم اللي جت مع التطور الانساني، يعني لانك انت خايف على ابناء جنسك وعايز تتعايش معاهم في سلام. طب اتفضل يا استاذ احمد. يعني هو نفس الكلام اللي انا كنت دايما بقوله. يعني احنا ما فيش شك ان البشر، يعني غريزه البشر فيها الاخلاق، وما هياش محتاجه دين. دي ما عنديش فيها انا مشكله خالص. يعني اكيد في هامش كبير من الاخلاق في الغريزه، وهي دي الفطره. يعني دي الفطره حقيقيه. لما اقول لك ان البني ادم بيولد على الفطره، هي دي الفطره. واخد بالك؟ اللي هي لو هو قدامه ان هو بشر، جبت واحد روبنسون كروزو حي بن يقظان جاي عايز مثلا ياكل، وعنده نفس الاكل، عنده اختيار من الاثنين: يا يضرب واحد يموته عشان ياكل، يا اما ياخد الاكل من غير ما يضربه ويموته. هيختار مين فيهم؟ لا، هياخد الاكل بالحل السلمي. تمام؟ دي فطره البشر. هو مش هيجنح للعنف الا لو في وجهه نظره ما لقاش غير حل تاني. وهكذا بقى قيس عليها بقى كل جوانب الاخلاق اللي في الدنيا. هل الموضوع استمر كده من قديم الازل؟ لا، ما استمرش كده. ظهرت الاديان علشان تقنن ده، لان هو البني ادم ممكن لو اثنين بني ادمين جعانين. لا ثانيه واحده. لا، هي عززت في الاول وبعد كده هي عززت لو البني ادم ده بفطرته، اسمعني بس، لو البني ادم ده بفطرته بالفطره العاديه بتاعته خالص، جعان جدا وشاف حته لحمه مع بني ادم تاني، هيقوم منقض عليه ضربه عشان ياخد اللحمه وياكل. واخد بالك؟ هو البني ادم كده، هي عادي يعني. حته الانانيه وشح النفس. واخد بالك؟ او لو العكس، مثلا لو شاف واحد بيموت مثلا من العطش ولا حاجه وهو عطشان، مش هيشربه، هيسيبه يموت ويشرب هو. واخد بالك؟ وهكذا. هي دي ده الجزء بقى اللي هو دي ما فيهاش فيها بقى غريزه. هي دي الغريزه، ان انا بحب نفسي اكتر. تمام؟ وهكذا بقى. يعني قيس على كده بقى حاجات تانية كتير بقى، ان انا انا ما عنديش وازع يخليني اعامل الناس باحترام. انا هعاملهم بالشكل اللي انا شايفه يعني ينفع ساعتها وخلاص. مثلا يعني قيس على كده حاجات تانية كتير. جت بقى الاديان. ولما اقول لك اديان، انا مش بتكلم على اليهوديه عشان تقول لي انت قبل الميلاد ب 500 سنه. انا مش بتكلم في الليفل ده. انا بتكلم في ليفل من مئات الالاف من السنين كانت موجوده الاديان. وعشان كده انا بقول لك الاديان هي بدات تبني على الغريزه دي اللي فيها الكويس وفيها الوحش. بدات تبني عليها وحطت الطوبه الاساسيه، وبعد كده احنا خدنا الاخلاق دي فور جرانتد. فاهم قصدي ايه؟ اللي احنا نعامل الناس كويس. السويد بيعاملوا الناس والدنيا كويسه وحلوه ومش عارف ايه وبتاع. طب بيعملوهم كده ليه من غير دين؟ لا، هو مش من غير دين، هي اوريدي انهيرتد. مظبوط. بس انت شلت الدين بعد ما اوريدي كنت خدت منه اللي انت عايزه. خدت بالك؟ وبعدين بدات تفلسف الموضوع. بدات تعمل ايه بقى؟ تعالى نمنطق العمليه دي ونحاول ان احنا نجيب لها مبررات ماديه. يعني ايه؟ يعني ليه احنا بنعامل الناس كويس؟ ليه بنبتسم في وش بعض؟ قال لك عشان نعمل اتموسفير كويس نعرف نعيش فيه. ايوه بالظبط كده. بيجيب التفسير التطوري للاخلاق. which is على فكره which can be right or can be true can be false. مفيش، انا ما عنديش مشكله في ده يعني. بس مش كل حاجه هينفع تجيب لها تفسير، وهتفضل عندك دايما حلقات كده ملهاش تفسير. هتفضل في حاجات كده ملهاش تفسير. طب حد الردة يعني حد الردة ملهاش تفسير. خد في عين الاعتبار
اي خلق مبني على انك انت بتعمل اكتيفيتي معينه حبا في الله اللي هتقابل يوم القيامه، او خوفا من ناره زي ما انت قلت كده اللي هتبقى موجوده يوم القيامه. خدت بالك قصدي ايه؟ اي خلق انت هتعمله فقط بحث محض على الحقيقتين دول او على واحده من الحقيقتين دول، ده مش هيبقى ليه اي تفسير تصوري ولا هيبقى ليه اي تفسير مادي. ولا انا كده غلطان؟ لا، مظبوط. في تفسيرات تصوريه للاخلاق. حاجه كمان انا بس عايز اقولها، انت بتتكلم في الدين شيء اخلاقي. هو الدين في حد ذاته انا شايفه بيموت الاخلاق. فمثلا عندك الركوع والسبي و حد الردة، مليون ماشي اي لازمه حد الردة يا عم رقبتنا. والحد الرد ده ثواني بس، حد الرد ده ومش عارف ايه، كل ده حد عرض الاخلاق. ازاي هتسمح انت بانسان زيه وزيك انه يترجم من لازم يعمل مجرد انه يعمل لفه او يتقتل من باب الذين فصلوه. في واحد افتكر كان اسمه يعني فيلسوف اعتقد صيني، كان بيقول لك لو كان شخص ما بحاجه الى الدين كي يكون انسان طيب، ده مش هو الطيب، هو انه مثل يعني كلمه كده مضره. جوتاما يعني هو جوتاما جوتاما بوزا. ف يعني زي ما قلت في قاعده ذهبيه الناس كلها عارفاها، حب لاخيك ما تحب لنفسك. دي معروفه من اول ما الهومو سابيا واتولد على الارض قبل الاديان وقبل كل شيء، والاديان جت سرقت ده ده اللي انا عايز اقول لك على فكره، هو مفيش حاجه اسمها قبل اديان. اهداف اخرى. نعم، ده اللي انا عايز اقول لك، مفيش حاجه اسمها قبل اديان. هو الاديان قبل الانسان اصلا. هو الانسان اللي صنع الاديان. ما هو ده، ما ده رايك انت. حاجه عليه وقفلت كمان. هو ده رأيك. قفلت مدارسه الاديان في حد ذاتها، قفلت مدارسه. يعني في- شوف اوروبا تاخرت بسبب المسيحيه دي. سيبك من المسيحيه خالص، خلينا في الاسلام في حد ذاته بعد ما حقق تقدم رهيب. لا انا عندي رؤية كان السبب في انهيار الحضاره الاسلاميه ايه؟ فتاوى الناس اللي زي ابو حامد الغزالي و عندي رؤية والجهمية عندي رؤية للكلام ده يا محمود. ممكن وكمان حاجه كمان، مساله الحضاره الاسلاميه دي عشان انا شايف فيها نقطه مهمه جدا. والناس دايما تقول لك الاسلام بنى حضاره. الاسلام الحضاره ما اتبنتش على الاسلام، كان في شعوب ثانيه عايشه زي الفرس والمصريين ومش عارف، كل دي حضارات ثانيه دخلت. يعني لولا وجودها ما كانش الاسلام ده يبقى له اصلا وجود شيء. يعني بس بلاش تشعب. يعني انا وافقت ان احنا نتشعب في الاخلاق بس عشان انتوا الاثنين ما ايوه يعني بلاش شعب اكتر من كده عشان الدنيا هتضيع مننا خالص. تمام. احنا عايز ليا رؤية بس في الدين اللي هو يعني عارف انت اللي هو الحيوانات لها نفسها طقوس. يعني في حيوان مثلا ان هو بيبقى ماشي مثلا عايز ياكل الموزة دي، اول ما كان الموزة حصلت ظاهرة معينة قدامه، كل ما تحصل الظاهرة دي لازم هو معتقد الاصل المشترك بيننا وبينهم معتقد ان الموزة هتحصل، كل بيربط ده بتاع. وده اللي حصل فعلا مع الانسان من اجدادنا اللي هم سويديان اللي هم اوريكتشس واللي حصل. كان في برضه استاذ احمد في حاجه بقى، يلا خليها دي نقطه تانية. فكره الدين نفسه قايمه على انك انت تعمل طقوس علشان تطمئن القلب. عشان كده احنا دايما نقول لحد حاله فكريه وحاله يونيك، حاله فريده. فبنلاقي فكره زي فكره الدين. انت بقى بتجيب تربط بقى من فكره اله المسببات او الاولى اللي مش موجوده، وكل حاجه بعد انت عملت لها. يعني كانت مثلا اله حابي، اله النيل، اله الشر، ست، اله مش عارف ايه، اله ايه. فبعد كده حصل بقى التوحيد، بعدين حصل التعدد، او بعدين حصل التوحيد، بعدين حصل ان انت ايه كل شويه بتبعد الاله اللي هو بتاع الارض، لا اله قاعد في السماء، لا اله اللي هو قبل البيج بانج، لا اله قبل البيج بانج. احنا مش هنخلص بقى. الفكره انك انت فعلا هو قصه بتعزيك في حياتك، لكن هي مش الحقيقه ولا يحتكر الحياه الكامله. هو الدين شيء مش خاص زي ما الناس مفكره ان هو يعني شيء فريد قوي كده. لا هو بس هو حاول يساعد الناس تعيش فعلا فترات والانسان ان هو خايف من ما هيحصل قدام. ليه؟ يعني الانسان طبعا قال لك ازاي بقى انا اكون عندي المخ ده والعقل ده ووصلت ده كله، ازاي بقى ما يكونش فيه؟ فيعني دي كانت رؤيه ليا يعني بسيطه كده، حبيت اشارككم بيها. يعني انا شايف ان هو العكس. يعني ان هو الانسان المفروض ان هو يبقى شايف ان بمخه ده، انه بس شايف ان الكون ما ينفعش يكون مادي بس، إن ضروري يكون في حاجه. واكيد يعني اكيد فيه بس ما نعرفش. زي ما اسمه كارل ساجن قال ان الكون ده هو كل حاجه في الدنيا. هو ده تفكير النظام الانتحاري. ده تفكير واحد، يا اما انتخ مش عايز يكمل تفكير،
انا هكتفي بالكون ده وخلاص. مش عايز يوسخ مخه في ان هو يفكر في اي حاجه ثانيه تقدر عليه سير حياته الظريف. يا اما ان هو راجل مش ما هوش جاهز ان هو يتحمل مسؤوليه ان يبقى فيه اراده واعيه، ان يبقى فيه سبب اول. وزي ما انا قلت، سيبك من الاديان، برضه احنا قعدنا غوطنا في موضوع الاديان رغم ان انا مش عايز اخش فيه اصلا يعني. سيبك من موضوع الاديان، ما هو يعني اينشتاين حلق لموضوع الاديان خالص، سبينوزا حلق لموضوع الاديان خالص. سيبك من موضوع فكره الاديان، سيبك من قصه الاديان خالص. انت شايف ان الكون ده ما ينفعش ان هو يجي لوحده، لازم في سبب اول. السبب الاول ده اغلب الظن هو ما ينفعش يكون اراده تلقائيه، لازم تكون اراده واعيه، لان الكون ده اختياري مش اضطراري. فهو شكله اله. اقعد انت مع نفسك بقى اكتشف الاله ده هتعمله ازاي. ما هو الدليل المخ الاستنتاجي كده كمل تفكير. ما هو الدليل الاستنتاجي مش دليل محض. انت عارف يا استاذ احمد، يعني بمناسبه ان الملحد ما انتخ، انا انتخت يمكن حوالي 12 سنه بالظبط في حياتي، اللي هو اول 12 سنه اللي عشتهم. بعد كده قعدت فتره كبيره قوي شاكك مثلا لحد تانية ثانوي او ثالثه ثانوي. بعد كده وانا في الكليه بدات اقرا. انا يمكن قاري يعني ممكن اعدلك دلوقتي 30 عالم، وكلها كتب بقى، ومن عبد الله في الاسلام وفي في الجانب الغربي، وتطور الاديان وتاريخ الاديان، وعبد الرحمن بدوي، كارل ساجان، دانيال دانييل، ريتشارد دوكنز، عبد الله القصيمي، سيد الامي، ديفيد ميلز. كتب بقى، يعني ممكن اذكر لك برضه اسامي الكتب. لكن الرحيق المختوم في الاسلام، قريت في السيره النبويه، قريت في الاحاديث، قريت في القران، قريت في البوذيه، قريت في حضارات الشرق الاقصى كلها. ده يا اخي، ده انا وصلت ان انا يعني وصلت عارف انت بقى اللي هو الماسونيه والكلام ده، برضه قعدت ادور فيه، والمتنورون والكلام. سبت بقى ده كمان وعشت بقى مع الروحانيين كمان، اللي هو الايكار تول وديباك شوبرا واوشو وساجورو والناس دي برضه. ما فيش حاجه ما سبتهاش، لدرجه ان انا يعني السحر والجن والحاجات دي كلها فضلت اعمل عليها ابحاث في العلم بقى نفسه كمان، وكتب علميه. ولدرجه ان هو مرجع صادلر نفسه نزلته عندي على الجهاز، وبدات اعمل ترانسليشن في الحاجات اللي ما اعرفهاش فعلا. دي حاليا ده اللي انا، وانا لسه برضه ببحث عن الحقيقه. لسه مش هقدر برضه الدليل الاستنتاجي اللي انت اللي هو الديدكشن ارجيومنتس دي هتقدر تقول لك الحقيقه الكامله. الحياه جميله والانسانيه اجمل، ولو في اله فانا ما انتختش، انا هقف قدامه اقول له انا بحثت عن الحقيقه، وممكن نتناقش. وانا بص، انا هقول لك زي ما قال صنف مين اللي قال، بس يعني الجمله كانت عجبتني، يعني انه ان اللي بيفكر، اللي بيشوف وبيفكر ومش مأنتخ زي كده، عادي جدا ان هو يلف لفه في الالحاد سنه 2 3 10 20 30 ولا خوف عليه ولا هم يحزنون، لان هو هيرجع. واخد بالك؟ الخوف من اللي حتى المتدين اللي ما بيفكرش، لان دوت اللي هيضيع ان عجلا ام اجلا. فانا دي ثقتي. المشكله ان هو بيضيع نفسه وبيضيع اللي حواليه. بالظبط. انا ده كان دايما رسالتي على فكره في كل فيديوهاتي، ان الشك ده شرف، مش يعني مش غريب بقى يا استاذ احمد ان في ناس بتعتبر الشك ده تكفير، يعني يقول لك العقيده قايمه على اليقين مش الشك. يا عم في ناس بتعتبر اللي بيقوم من النوم متاخر بكافر. ايه يا عم؟ شوف بس ده مش دليل لا يؤخذ. يعني احنا ما بنيناش حياتنا يا استاذ احمد، اعتقد بعد الكلام ده كله احنا ما بناش حياتنا على اللي هي الفتاوي وشويه الكلام اللي بيتقال على الفضاءات. لا، في فكر تاني خالص. هو انا شخصيا ما بتكلم عن الناس. لا، انا بكلم ناس كتير جدا مؤمنين كتير جدا، بيقول لي ارجوك ما يعني الكلام ده ما يطلعش بره، انا متشكك بس ما حدش يعرف، لان انا لو فتحت الكلام ده مع ابويا ولا امي ولا جوزي ولا مراتي هتبهدل. انا امي وابويا وزوجتي ويمكن بس هم عشان يمكن متحضرين شويه، وزمايلي كلهم عارفين وعادي، بيس يا مان، بس اهم حاجه ايه. انا برضه معظم اصدقائي يعرفوا، لكن بالنسبه لوالدي حرص من اصدقائك يا محمد. هتلاقي وارد، لازم هتلاقي بالذات في صفوف الشباب الصغير او البنات او كده، هتلاقي وارد ان ما يقدروش يقولوا، يبقى
متشكك ومش قادر يقول، او حتى ملحد خالص يعني قرر ان هو يلحد تماما او ده ديني او كده وما يقولش. مفيش الحاد كامل، مفيش الحاد كامل. قدرة الشخص ده بقى على انه هيقدر هيرجع تاني للموقف الايماني، ولا هيكون لنفسه ايه فلسفته الخاصه او وجهه نظر خاصه بالموضوع ده. بالظبط. انا ما عنديش مشاكل انك انت تشك وتقعد 20 سنه بتلم مع ابو وهاب مسيري كده، مع مصطفى محمود كده، ما فيش مشكله خالص. دايما المثال المشهور ان العلم او الفلسفه كاس 3/4 او كله الحاد، لكن بعد ما بتيجي تخلص الكاس في الاخر بتلاقي ربنا مستنيك. هو المساله المسألة انك انت بتخش في نص الكاس. هو المسألة لو كانت كده كانت الناس اتفقت على وجوده زي ما اتفقوا على وجود الشمس والقمر. يعني هو الحقيقة دايما بتبقى واضحة، لكن بالنسبة لمسألة والله انا مش عايز ازعلك واقول لك ان في ناس مش متفقه على وجود الشمس والقمر برضه. انت مش عارف الهولوجرام ولا ايه؟ مش عارف نظريه الهولوجرام؟ عارف الهولوجرام. انا شايف انها حاجة سخيفة بس دي حاجه تضحك فعلا. يعني مفيش دليل عليها اصلا. بتاع الهولوجرام ده فعلا انا وقعت من الضحك، انا قعدت وقعت من الضحك. لا عشان انا قريت فيها شوية، بس مسألة الهولوجرام كمان انا شايفه ان هي لو حقيقة علمية ده في حد ذاته ما يعني مش حقيقه علميه، لا لا لا. سمحت يعني بوجود مصمم او شيء ما، هي فرضية مفيش اي دليل عليها، وشايفها سخيفة يعني. لان على الارض اصلا في 2 سم بيجي من يوميا حاجات من دي بتنزل على الارض، بتيجي منين يعني؟ وده اللي احنا قلناه في الاول. الهولوجرام ده الراجل ده هزقوه، اتهزق في المحفل العلمي. الراجل ده اتهزق زي ديفيد ايكا يا استاذ احمد لو سمعت عنه، السر الاكبر بيج سيجرت. الراجل ده مسخره. افتح بقى كتابه بقى، ما انا مريت برضه على الراجل ده بقى. ديفيد ايكا ده اكتبه كده على النت او ونزل كتاب السر الاكبر، اتفرج بقى تقعد تضحك بقى يعني. شوف اصل عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لكم حاجه يا جماعه برضه، خلينا نختم بيها لان عندي الساعه 3:15. كويس، بس الحوار جميل. خلينا اقول لكم حاجه اخرانيه في موضوع العلم ده بالذات. في نظريه المعرفه في السيمولوجي، في اصل العلم يعني العلم ما هواش مهتم او مش من وظيفه العلم ان هو يثبت حاجه او ينفي حاجه. وظيفه العلم الاصليه ده اول كلام انا قلت كده، ده كلام اللي انا قلته في الاول. انا بقول هنا كل ما لا يمكن اثباته او نفيه لكن ما له في العلم، وبقوم جاي قايل ايه؟ الله داخل هذه المعادله، وعشان كده انا برفض اي حد بيستدل بالعلم كل حاجه شوف دلوقتي العلم مش وظيفته انه يثبت انه نموذج بورز موديل بتاع الذره غلط، او قوانين لابلاس صح. هو لا وظيفته يثبت ان دي صح ولا غلط، ولا يثبت ان دي صح ولا غلط. هو وظيفته انه لما تتقدم له الموديل مثلا بتاع الكوانتم جرافيتي بتاع نيوتن بتاع اينشتاين، قصاد الكلاسيكال جرافيتي بتاع نيوتن، وظيفته ان هو يقارن ما بين الفروض بتاعه التو موديلز دول ويشوف انهي فروض بينفع ان هي تفت الداتا، تفسر الظواهر اكتر من الثانيه. اوتوماتيكلي الثانيه هتموت لوحدها. هو ما بيجيش يقول على فكره نموذج بور للذره ده نموذج فاشل، لان هو على فكره العلم من احد وظائفه على الملاحظه والتجربه والاختبار. بالظبط. ومش وظيفته ان هو يقول على فكره نظريه الهولوجرام دي نظريه غلط، او نظريه المالتي فيرس دي نظريه فاشله. مفيش دليل عليها، بس احنا ما بنقولش غلط او مش وظيفته. الراجل ده اتهزق على فكره. انه يقول انه نظريه البيج بانج، نظريه السنجولاريتي، هي اقرب شويه للداتا المعروفه عن نظريه المالتي فيرس. يبقى العلم بيعمل سبورتنج دايما للفاكت، للحقيقه العلميه. كده براسي اللي هي ما لم يستطيع العلم مع اكتشافه لم تستطيع البشريه معرفته يعني بص انا برضو راسل استاذي وكل حاجه ودرسناه في الجامعه والكلام ده كله، بس برضو مش كل حاجه، مش المعرفه ما بتحصلش بالعلم بس، مش بالعلم الامبريقي قصدي اقول، يعني هو قصده العلم الامبريقي، قصده العلم التجريبي. طيب انا او ممكن نقول مثلا هو قصده على الفلسفه الوجوديه المنطقيه، اللي هو الفلسفه الوجوديه الوضعيه، اللي هو ان يا اما علم امبريقي يا اما رياضه يا اما منطق. تمام. العلم هو اللي بيفسر كل شيء برضه، يعني انت هتقدر تفسر شيء بدون علم بغض النظر عن العلم ده ايه، تجريبي او غير تجريبي. لا ممكن افسره فلسفيا، لانك انت لو انت هل تفسيرك ده هيكون هو صحيح؟ هتلاقي لا بص خد بالك، احنا هنرجع تاني هنرجع تاني لنفس الدائره بتاعت العلم اصلا، يعني صحيح وغلط. انا بعد الحوار ده لازم اخد اي حاجه اعرف انام. يلا خلينا نقفل كده عشان كمان الفايل هيبقى كبير جدا.